بما أن لهجتنا شوية المحلية بخبركم البارجيل اليوم يبغي كلمة يغمس. يعني الحين لو حد من عيالنا يعني هني مواطنين أبوه يقول له أبوي يغمس هذا الشيء، تعرف شو معناته يغمس؟ يلا من بينكم الحين انتوا إذا في السيارة تسمعونا طالعوا شو هاي الكلمة. زين، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقة هذا اليوم الاثنين الموافق 7 من محرم من عام 1440 هجرية، 17 من سبتمبر من عام 2018 ميلادية. أكيد انتم فكرتوا. يلا بخبركم عن البارجيل وبنقرأ بعد الرسائل. يغمس أي هي نفسها، يعني يغمس، يغطي الشيء، يغطي الشيء، يعني مثل ما كاتب البارجيل اللي هو حسين البلوشي، يغمس أي يبلل الشيء وخاصة الخبز في المرق أو في الحليب قبل الأكل، أو حتى البسكوت، أو يسمونه بعد في البقسم عندما تقوم بعملية أيضا غط هذه الأشياء أو أيضا تبليلها في الأمور. زين، لازم فيه يكون توازن. حد من مثلا يجيب شاي الحليب ويقوم بعملية التغميس، لكن عقب ما يبقى له شيء يبغى يشرب. هي لا صح، لازم هني في عملية تكون عملية توازن. هذا هو الفنان، الفنان اللي يقدر أن يخلي شيء عقب على الأقل شوي يشربه على هواكم، خاصة عاد إذا كنتوا مجموعة. لكن إذا عندك أنت الغوري أو البريج أو الدلة برايك، لكن ساعات صبت مثلا والدتكم الله يحفظها أو حد اللي وياكم أو من الفئات المساعدة اليوم صبت لكم الأكواب وقمتوا تغمسون، خاصة هذا اللي يسمونه الصمون، هاي يشرب وايد لها. فلازم تكون عندك توازن، وعلموا عيالكم زين كذي، لأن بتعرفونهم كيف يوازن بين العمليتين. يلا بغينا ويوعنا الناس ويوع حتى المخرج. هي فالحين غايته يعني هذا الصبح، لكن الحين نحن على الهواء ما نقدر.